السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكل المغاربة داخل أرض الوطن وخارج الوطن. أحبابي الأعزاء، معكم فيلالي حاجي علي، رئيس الاتحاد المغربي للمتطوعين المسيرة الخضراء. غادي نردو على السي بن كيران اللي كان خرج واحد الخرجة ويتهم فيها السيد شباط. شباط غير جا وطلع امين عام ديال حزب الاستقلال. هذه اهانه لحزب الاستقلال، اهانه مدى الظهر. يجي انسان بحال شباط، هذه اهانه للمغرب. ويقول له أنك ما كانش على الحزب الاستقلال أن يستقبلك أمين العام. أليس هو مغربي؟ أليس هو وطني؟ أليس هو ابن الشعب؟ انت دابا السي بن كيران دخلنا عليك بالله، واش انت هذا وجهك ولا قفاك؟ هاد السيد هذا شباط أحسن منك بألف درجة. على الأقل هو لم يلطخ يده في فساد الذي أوقعت به المغرب. على الأقل هو كان واعيا وناضجا عنك أنت. عليك أن تعرف أن شباط كانت سياسته منبثقة من فكر الحسن الثاني. عليك أن تعرف أن شباط له من الكاريزما وله من النضج السياسي أكثر منك، باش نكونوا واقعيين. وأنا غادي نجاوبك بما قاله الله تعالى في كتابه العزيز حتى تعرف نفسك جيدا وما فعلته بالمغاربة. سأسرد لك قصتك من بداية 2011 وركوبك على 20 فبراير وضحكك على المغاربة وضحكت على المغاربة بالدين. أنا غادي نسرد لك ما قاله الله فيك أنت وفي أمثالك. عندما السي بن كيران جيت العدالة والتنمية وبنيتيها ودخلت 2011 و 20 فبراير، ماذا كان شعاركم؟ كان شعاركم هو ضد الفساد والاستبداد. وعندما ركبت الموجة وربحت الرهان وأعطاك الشعب الفرصة للتغيير وللعمل على هذا الشعار بين قوسين ضد الفساد والاستبداد، جئت يا بن كيران ووطدت الفساد في المغرب وقويت الاستبداد في المغرب. بجوج كحلت علينا حنايا. انا نعطيك الدليل، راه ما نعطيكش بدون دليل. المغاربه كلهم عايقين، راه ما عندك ما تدم المغاربه صافي. شمعتك طفاتها السي بن كيران. على الاقل قبل ما تكون انت في الحكومه، على الاقل راه كانت المقاصه كانت مظله دايرها الحسن الثاني الله يرحمه ويولي برحمه الله في هذا اليوم. وكان أذكى الأذكياء من الملوك والرؤساء، وكان يعلم جيدا أن الفقراء ديك المظلة كانت تحميهم من جشع الأغنياء. هل أنت يا بن كيران أذكى من الحسن الثاني؟ وجيت يا كافر بالله وجيتي وحيدتي هذيك المظلة ديال الفقراء. فاش حيدتي مظلة الفقراء اللي كان شباط ضدك فيها ولم يدخل معك الحكومة وقدم استقالته عندما قمت بتخريب المغرب من الداخل وتخريب الفقراء وحصن الفقراء المعيشة ديالتهم، قال لك اسيدي ما عندي ما ندير انا بهذه الحكومة. ما طلعش في الكرسي، هو ما بغاش الكرسي. لو كان بغى الكرسي كان غمس معاك. انسان وطني عملي بغى يبني المغرب وبغى يمشي بالمسائل بالتي هي احسن باش ما يوقعش المغرب اللي وقعنا فيه دابا الان اللي كنعديو الثمن البنك الدولي. وسمعتي السي بن كيران الخطا اللي كان؟ انت بقيمتك وجلالك خربقتي المغرب وزمرتي المغرب، والله تعالى قال فيك آية. الله تعالى قال فيك آية وسأذكرها لك. سأذكر لك ما قاله الله تعالى لك ولأمثالك. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. الله أكبر. الله جاوبك وجاوب أمثالك اللي جايين في الأزمنة الجاية. لأن علاش أنت قلتي شي حاجة وما درتيهاش للمغاربة وعطاوك المغاربة فرصتين، ولكن أنت جلاخة، أنت أصولي، شديتي 7 مليون سيارة
وتبونتي مع راسك. اما السي وشباط راه ما شاد لا 7 مليون لا سياره، الحمد لله. اما ما عرفتش غتقول. انت انسان اصولي، والدوله كانت تعلم ذلك وعرفات كيفاش تهبطك الارض وتشريك وتحطك في القنت. ما بغات صداع، هي ما بغات مشاكل، وعارفه مورا داك اللسان ديالك غير المشاكل. عندك واحد اللسان ماضي، وهذاك اللسان يقدر ينوض فتنه في البلاد. ولهذا ان الدوله اشترتك ب7 ملايين وسيارة حتى يكون المغرب امنا. نعطيك انا المسائل اللي هي لا بقى. يا سي بن كيران، سي دخل لدارك وقعد وسي صلي ويجيك 7 مليون صدق منها وكل منها وقعد وتكمش. أما المغرب فقد أفسدته وأعطيته لأباطرة الفساد. راك غرقتي المغرب، راه ما باقيش غادي نتوقوا فيك نهائيا. اللهم شباط و1000 من شباط ولا واحد من بن كيران. سمعتي السي بن كيران؟ أنت ظالم، ظلمتي الرجل وراه ما غيردش عليك. أنا غادي نرد عليك كمواطن عادي، مواطن عادي، ولست في حزب الاستقلال، ولكن أقرأ السياسة وأعرف الرجل المناسب لهذه الدولة ولهذه البلاد، لأنه هو دوز معك مرحلة وعرفك على حقيقتك وبعد الاتساع، لأنه مبغاش يلطخ يديه ويلطخ الفكر ديالو في الوقت ديالك انت اللي كنتي كتخرب في البلاد وكتعطي المغرب كتعطيه لأخنوش. انت عندك صفقة مع أخنوش، ودليل بالخرجات ديالك الأخيرة في مدحه و نحن نعلم ذلك، نحن لسنا بسذج. وقال الله تعالى: قل غير الله أبغي ربا وهو ربي على كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وزرة أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. أخويا داكشي راه غتمشي عند الله وغتلقى الدوسي ديالك كاين تما. النفاق ديالك والمشاكل ديالك وديك محاربة الفساد والاستبداد، وكذبتي على أمة محمد، أمة المغربية 40 مليون كذبتي عليها، ودرتي لنا المشاكل في الريف. راه مشاكل الريف راه منك جات. المشاكل ديال الريف راه إلا جينا نقلبوا الأساس، المشكل ديال الريف منين جا منك ابن كيران. السبب هو أنت، السبب هي العدالة والتنمية. المشاكل اللي كيعيشها المغرب الآن الداخلية وحتى الخارجية راه درتي مشاكل نتاعك كثيرة، ولكن لرحمة الملك محمد السادس بك، لرحمته ولطيبوبته لك، عطاك 7 مليون وعطاك سيارة وقالك تكمل قاعد في حالك. السلام عليكم. ولهذا أختم، ما غاديش نطول بزاف. أنا مترد على بن كيران على هاد المشاكل اللي كيدير لنا الآن وكيطاول على سيادو السي شباط. أنا رديت عليك في لالي حاجي علي رئيس الاتحاد المغربي للمتطوعين الخضراء، وحتى لا أطيل عليك سأذكرك يا جبان، يا جبان، يا جبان، يا أصولي، سأذكرك. عندما كنت أتصل بوزرائك واتصلوا بك وتكلموا معك عن المسيرة الخضراء وقالوا لك عليك أن تتكلم فيها في البرلمان أن تململ هذا الملف، وتجرأت وقمت في البرلمان وقلت لهم داخل قبة البرلمان: المغاربة خداو كل شيء حقهم، المغاربة الناس المسيرة الخضراء ما خداوش المغاربة. وجاك تليفون وكنت من جبناء الغير وطنيين وامتثلت للهاتف وقطعت الحس. وبدليل نزيدك، واتصلت بك بالهاتف بعد خروجك من الحكومة وسألتك وقلت لك عندما كنت تدافع عن المسيرة الخضراء داخل البرلمان، شكون اللي حبسك؟ شكون اللي حبسك وما خلاكش تكمل؟ وانت تقول لي بهذا اللفظ: الله يخرج العاقبة بسلام، باش تعرف النفاق ديالك اشنا هو وتجي حدا تكذب علينا. واش غنقول لك السي بن كيران؟ استودعتك بالله وتحياتي لك، وان شاء الله نتمناك شي فيديو اخر بقى تقرب الناس الشرفات، بقى تقرب لهم غنوضوا لك. انت راه ساليتي لا صورة زيك سالا. حنا دابا خلي المغرب يمشي يبني راسو ويخرج من المشاكل اللي وضعتيه فيها انت السي بن كيران في ولايتين. تحياتي للمغاربه، وردوا الباب داك بن كيران راه بغا يضحك عليكم. السلام عليكم. قبل ما نقول السلام عليكم كنت غنسد البورطابل. إن المؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين.